إيه هو العقل الباطن وإزاي بيشتغل؟ 95% من قراراتك بياخدها عقلك وإنت مش واخد بالك. هل عمرك قلت لنفسك ليه برجع أكرر نفس الغلط؟ أو مش عارف ليه مش قادر أغير سلوكي؟ السر مش في ضعفك، السر في المايسترو الصامت اللي بيقودك من ورا الكواليس، اسمه العقل الباطن. العقل الواعي مركز التحليل، القرار، المنطق. العقل الباطن مركز العادات، الإحساس والذكريات. العقل الواعي مسؤول عن 5% بس من تصرفاتك، لكن العقل الباطن هو اللي بيقرر بتحب مين، بتخاف من إيه، وحتى إزاي بتتعامل مع نفسك. تشبيه بصري: جبل جليد، الجزء الظاهر الواعي، الغاطس الباطن. الواعي زي القبطان، لكن الباطن هو المحرك. العقل الباطن بيتكون من أول لحظة تتولد فيها، بل قبل كده. في أول 7 سنين كل كلمة وموقف بيتخزن كبرمجة دائمة. من 0 ل7 الطفل بيستقبل العالم كأنه إسفنجة. العقل وقتها مفتوح تماما لأي رسالة بدون فلتر. أمثلة: لو اتقالك إنك فاشل، الباطن بيصدق. لو اتربيت على الدعم، الباطن يبرمجك على الثقة. كل عادة بتعملها، كل رد فعل تلقائي، كل مرة بتخاف بدون سبب، ده شغل العقل الباطن. العقل الباطن يشتغل من خلال التكرار، الإحساس، الرموز، الصور. أمثلة: بتسوق بدون تركيز، الباطن شغال. ردود فعل متكررة في الخناق، الباطن متبرمج. رفض فرص، الباطن بيحميك من الخطر حسب فهمه. ابدأ لاحظ: إيه التصرفات التلقائية؟ إيه الجمل اللي بتكررها جواك؟ إيه العادات اللي بتشتغل تلقائي؟ تمرين عملي: لمدة يومين اكتب كل عادة لا واعية بتعملها. سجل مشاعرك في كل مرة، واسأل نفسك هل ده واعي ولا تلقائي؟ الملاحظة أول خطوة لفك الشفرة. العقل الباطن مش عدوك، بس مش دايما فهمك. هو بيحاول يحميك بلغته هو. كل ما فهمته كل ما قدرت تبرمجه. 95% من حياتك تستاهل إنك تبدأ تلاحظها. جرب التمرين وشاركنا أكتر عادة اكتشفت إنها لا واعية. ما تفوتش الحلقة الجاية. منين بتبدأ برمجة العقل؟